السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا، مع صحابنا أو في البيت. وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا يا حبايب، إزيكم؟ عاملين إيه؟ كويسين؟ الحمد لله. أيا يكن إيه الحال فالحمد لله. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من حلقات بودكاست نص الليل. والنهاردة هنتكلم عن الحاجة اللي أجلناها من المرة اللي فاتت، و... وحاجة مضايقاني بقالها حبة، يعني عشان ابتديت أحس بيها كتير قوي مؤخرا، وما بقيتش فاهم هل ده أنا بس اللي حاسس بكده، أو الموضوع يعني أنا عندي حساسية زيادة ناحية ده، ولا ناس كتير حاسة بنفس الموضوع ولا إيه. بس يعني لما ساعات بتكلم مع حد فبحس مش أنا لوحدي، بس مش دايما، يعني مش دايما الناس ساعات بتقول لي ما تزودهاش أو مش عارف إيه. يعني هاتكلم فيها معاك ولعل وعسى يكون مش أنا لوحدي اللي حاسس بده، وفي ناس تانية حاسة بالموضوع ده يعني. إيه هو اللي هنتكلم فيه؟ هو الذوق. هل الذوق اختفى أو ابتدى يتلاشى يعني، والّا إيه اللي حصل؟ أنا بقيت حاسس إن الناس ومش كلّها برضه، يعني عشان ما حدّش يفتكر إني باعمّم، بس الأغلبية يعني لمّا تشوفهم في الشارع أو في الشغل أو كده بقى عندهم الذوق صفر ويمكن يكون تحت الصفر كمان. الموضوع بقى غريب شوية يعني. وكلامي هيتضمّن يعني كلام عن قِلّة الذوق، على شوية عدم احترام لقوانين، على شوية عدم احترام لمساحة الغير أو للغير عمومًا. وكل ده يعني مرجعه عندي في الآخر هو يعني متضمّن تحت الذوق. ف يعني خلّونا نقول بسم الله كده ونبدأ يعني. هل حد بيحس بحاجة اللي أنا هاتكلّم فيها دلوقتي دي، هل حد بيحس بيها وهو مثلًا ماشي في الشارع؟ لو على سبيل المثال إنّك ماشي على الرصيف، اللي أنا ما بقيتش حاسس مؤخرًا إن هو بقى حد قادر يمشي عليه، ولا قادر يمشي في الشارع، ولا قادر يمشي في حتّة، يعني بقيت حاسس إن إحنا محتاجين نطير بعد كده يعني. هل وأنت ماشي مثلًا على الرصيف فجأة تحس إن اللي قدّامك وقف فعطّل الرصيف؟ دي أنا بقيت باحس بيها كتير أوي مؤخرًا، وما بقيتش عارف هل هي قِلّة ذوق، والّا قِلّة تفكير، والّا ما فيش تفكير أصلًا، والّا إيه بالضبط، والّا ما فيش عقل، والّا بقيت حاسس الموضوع غريب شوية. في ناس كده اللي هو تلاقيه ماشي على الرصيف، اللي هو الرصيف مثلًا يعني يسع شخص واحد هو اللي يمشي عليه، فتلاقيه ماشي على الرصيف مثلًا، وفجأة افتكر يعمل أي حاجة في الموبايل، يطلّع الموبايل يتكلم والّا يعمل أي حاجة، ففجأة تلاقيه وقف مكانه وما بيتحركش، وفي وراه وفي قدامه ناس، ويعني طَب إيه حضرتك عطّلت الرصيف مثلًا يعني، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أو 2، 3 مثلًا ماشيين فيكونوا سادين الرصيف كلّه، فأنت لا عارف تعدّي ولا عارف تمشي ولا عارف تعمل أي حاجة، فتضطر تمشي وراهم. طب بعد إذنك، طب مش عارف إيه، يعني يعني في ناس بتحس شوية وبتخلّيك تعدّي يعني، لكن في ناس اللي هو نظام إيه، إيه ده؟ غريبة أوي ده، بعد إذنك وعايز تعدّي، عايز تعدّي كده؟ ما إحنا ماشيين يا عم، اللي هو في إيه يا معلم؟ يعني سادين الطريق، ما فيش حد عارف يعدّي منكم ولا أي حاجة، نعمل إيه طيب يعني؟ وكأن يعني هُم بيدّوك إحساس إن ده العادي، يعني إن العادي إن إحنا نبقى ماشيين مثلًا 3، 4 سادين الرصيف، وإنك مش من حقك تعدّي، وإنك لو عايز تعدّي انزل بقى في الشارع، اجري بقى الشوية دول بعدين عدّي اطلع تاني على الرصيف. لأ، هي حتّة أصلًا الرصيف والشارع دي حوار كده تاني، يعني حوار بيضايقني عمومًا تاني خالص يعني. بس يعني لو إحنا مسموح لنا نمشي على الرصيف، يعني ده لو يعني في مكان مسموح لنا نمشي فيه على الرصيف، عشان مؤخرًا ما بقيتش باحس إن الرصيف ده قادرين نمشي عليه، بقت المحلات قليلة الذوق برضه وبتطلّع حاجاتها على الرصيف بطريقة مستفزة، يسد بيها الرصيف فتضطر تنزل وتطلع تاني، مع إن الرصيف ده معمول للناس تمشي عليه، وما حدش يناقشني في الحتّة ديّة لأنها بلا نقاش. وليه وهارجع وأقول لك في قانون بيقول إن هُم ما يطلّعوش الحاجة ديّة، وإن هُم ما يعملوش الكلام ده، وهاقول لك في الآخر برضه المرافق لمّا بتيجي بتعدّي
بتاخد الناس ديّة ليه؟ لإن هُم مش من حقهم، أو بتاخد الحاجات اللي على الرصيف دي كلّها ليه؟ لإن مش من حقهم إن هُم يحطّوا حاجة على الرصيف. الرصيف ده ملكية عامة، فمش من حقه إن هو يحط حاجة عليه فتكون ملكيته، بقت ملكيته الخاصة، زي الناس اللي بتسِد. ودي بقى قِلّة ذوق، على قِلّة تربية، على قِلّة كل حاجة، على قِلّة أدب، قِلّة إيه، مش لاقي غير قِلّة الأدب حرفيًا. الناس اللي بتسِد أماكن ركنات، ده مش صح. الشارع ده ملكية عامة، ولو قانون من القوانين اللي بتطبّق برّه بتاعة الفلوس على الركنات تروح للدولة بتذاكر ومش عارف إيه وكده، هتعرف إن الله حق في الحتّة دي. هتعرف إنّك ما ينفعش إنّك تسِد حاجة، وإنّك لو سدّيت حاجة هيتعمل لك بقى حوار جامد ومش عارف إيه والكلام ده. بس يعني مش هندخل في النقاش ده. بس حتّة إنّك تسِد دي قِلّة أدب. يعني إنّك تسِد طريق مكان عشان أنت يا بيه تركن فيه لمّا تطلع ولمّا ترجع، يعني لمّا تطلع تقفله ولمّا ترجع تعرف تركن فيه وبتاع، وتقول لي أصل ده قدّام بيتي. لأ، ده مش من حق بيتك، والرصيف برضه مش من حق بيتك. حرم بيتك هو المكان اللي مبني فيه بيتك، فما ت ما يعني دي ما فيهاش نقاش. المهم يعني، فنرجع لمرجوعنا لحتّة الرصيف ومش الرصيف. لو أنا ماشي على الرصيف وحاسس إن في ورايا، أو مش حاسس، هو طبيعي إن هيبقى في ورايا ناس وفي قدّامي ناس، فما اسدش الرصيف. يعني من الذوق ومن الأدب ومن الاحترام ومن كل حاجة إني ما اسدش الرصيف، لإن أنا مش ماشي لوحدي، ده الرصيف ده مش بتاعي لوحدي، بتاع الناس كلّها. فبالتالي ما ينفعش إن أنا أعمل كده. زيه زي الشارع، زي برضه العربيات على سبيل المثال برضه. ما تبقاش كائن لِطِز وتبقى راكن بعربيتك صف تاني في شارع ما يسعهوش غير عربية رايحة وعربية راجعة. فما تُقفش صف تاني، هي عربية راكنة يمين وعربية راكنة شمال، فما تجيش أنت تسِد طريق رايح جاي. ده أنت كائن يعني متخلِّف عقليًا. مش قادر ألاقي لها تصنيفة تانية. أنت كائن متخلِّف عقليًا. اللي أنت بتعمله ده مش صح، لإنك فكّر فيها مش هتلاقي لها حاجة تانية. ليه تُقف أصلًا صف تاني؟ أولًا صف تاني ممنوع، قانونًا ممنوع. هتيجي تفكّر لها بقى إن أنت لو أنت مكان الشخص اللي كان وراك ومحتاج يعدّي، والّا عنده أي حاجة مستعجلة والّا بتاع، أنت عطّلت الشارع على ما فيش. دي حاجة برضه شُفتها من شهر والّا شهرين كده في الشارع جنبي. الشارع فعلًا هو متستِّف، يعني هو حرفيًا متستِّف، يمين عربيات راكنة وشمال عربيات راكنة. و و و و و وطريق عربيات رايحة في ناحية، والطريق اللي عكسه عربيات جاية في وشه، ما فيهوش مجال إنك تركن صف تاني من ناحية هنا والّا من ناحية هنا إطلاقًا. لإنك لو ركنت أنت وقّفت كل الطريق ده بقى. ففي واحد عمل الحركة دي، يعني وبعدين عملها ببجاحة. راكن قدّام بيته صف تاني، ونازل طلع يجيب حاجة من بيته ورجع تاني. أو يعني ده يعني اتفقنا إن هذا متخلِّف عقليًا. في بقى غيره يركن قدّام مثلًا كشك، يركن صف تاني، نازل أجيب حاجة من الكشك بسرعة. يا سيدي لأ، لأ. ما فيش حاجة اسمها كده. ولنفترض إنك نازل تجيب حاجة من الكشك بسرعة، ما تعطّلش غيرك. الله أعلم باللي عند غيرك ده إيه. يعني لو أنت عطّلت غيرك ده، الله أعلم هو عنده إيه. مستعجل عايز يروح يجيب حد، في حد معاه تعبان عايز يوديه مستشفى، مش عارف إيه. حرفيًا، حرفيًا الثانية هتفرق. ما ينفعش إنك تعمل كده. إسعاف وراك، مطافي وراك، أي حاجة. ما ينفعش إنك تعطّل شارع، وما ينفعش إنك تركن صف تاني عمومًا. وما تقوليش صف تاني والشارع واسع، لأ برضه. ده مش صح، لإنك صف تاني، في صف تالت، في صف مش عارف إيه، في إيه، في إيه، خلاص الشارع اتقفل كده بالسلامة يعني. فالموضوع بصراحة في الحتّة دي ب ما فيهاش نقاش. هو اللي بيتعمل ده غلط في غلط، أيًا يكن بقى إيه. معلش اتعصبت في الحتّة دي شوية، بس عشان هي معصباني أوي يعني. نيجي لحتّة تانية، حتّة التعامل مع البائعين. آآ و والبائعين دي يعني تخُص كذا، كذا، كذا حاجة. سواء حد في marketing، أو مش في marketing، اللي هم الناس اسمهم إيه؟ بتوع العقارات brokers. سواء حد broker مثلًا وبيتصل بيك
يعني الحمد لله مؤخرًا يعني الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل حاجة إن يظهر لك إن دي marketing call فتمام، فالموضوع الحمد لله بقى أخف يعني. إنك لو مش يعني إنك لو مش عايز ترُد مش هترُد يعني. لو مثلًا حد منهم أنت ردّيت عليه، فما تتقنعرش عليه وما مش يعني بلاش ترُد وتقفل في وشه، دي نقطة، وبلاش ترُد وأول ما يقول لك أنا معاك مش عارف من شركة فُلان الفُلاني وباقول لك على كذا، 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 تقوم قايل له لأ وتقوم قافل. يعني في حاجة اسمها ذوق، حُط نَفْسك مكان هذا الشخص، حُط نَفْسك مكانه. موضوع سهل وبسيط، لو أنت مكانه وحد رَد عليك وراح قايل لك لأ وراح قافل في وشّك، إيه انطباعك في الجزئية دي؟ هتحس بإيه؟ يعني الموضوع مش لطيف. بكل بساطة كده لأ شكرًا، متشكر ليك، شكرًا ليك، شكرًا ليك، بس وخلاص وتقوم قافل، شكرًا مع السلامة وتقفل. مثلًا حد داخل تشتري حاجة من مكان مثلًا، اتعلمنا كلنا زمان إن اللي بيدّيك حاجة تقول له شكرًا. أنت بتدفع له فلوس حق الحاجة دي، بس برضه يعني اشكره على مجهوده. تلاقي شخص داخل خد الحاجة يقوم ماسكها كده وماشي وخلاص، يا عم قُل شكرًا، كلمة طيبة صدقة يا أخي، ما تبقاش كده. يعني هي دي حاجة مش يعني ناس كتير ممكن تعارضني فيها، بس أنا باحس إنها برضه دي حاجة مش هتكلّفك شيء، يعني كلمة شكرًا لن تكلّفك أي شيء خالص، أنت تاخد حاجتك كده شكرًا ليك وخلاص وابتسامة لطيفة وتمام. في ناس باحسّهم والله العظيم، والله باحسّهم جُمال أوي عايزين يتباسوا كده ويتحطّوا على جنب وهُم داخلين بيتعاملوا معاك في حاجة والّا بيشتروا منّك حاجة والّا تحس إن هُم يعني بجد والله من بقية أهلك من كتر تعاملهم اللطيف ده. ناس جميلة وحلوة ولطيفة جدًا في تعاملها ورقيقة جدًا في تعاملها. ليه ما نبقاش كلنا لُذاذ ولطاف مع بعضينا وبنتعامل بشكل جميل زي ده؟ ليه؟ ليه ما نروحش للحتّة دي؟ أو النقطة بقى الأسوأ بجد، بجد دي بقى اللي أنا باكرهها أوي، 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 ما حدش هيتخيّلها يعني، إن حد يدخل مثلًا ياخد منّك حاجة ويحط لك الفلوس أو يرميها لك، يحطها كده يعني. لأ أنت بُص مثلًا على سبيل المثال، لو أنا داخل أشتري من سوبر ماركت أي حاجة، إزازة مَيّة، ورُحت عاطي للراجل إزازة مَيّة مثلًا صغيّرة ب5 جنيه والّا ب6 جنيه، أيًا يكن، وعطيت للراجل مثلًا 20 جنيه، فاديتها له في إيده. أنا باكره أوي حتّة إنّك ترجّع لي الفلوس تقوم راميها لي على مكتب أو على حاجة، يا عم ادّيهاني في إيدي زي ما أنا عطيتها لك في إيدك، يعني ذوق، حتّة ذوق كده بسيطة لن تكلّفك أي شيء. ليه ما نعملش كده، فاهم؟ لو أنا مشغول باحُط الحاجة معايا مثلًا في شنطة والّا بتاع فما عرفتش آخُد منّك الفلوس في ساعتها وأنت محتاج تتعامل مع حد ورايا، أوكي حُطّها لي، هاتقبّل ده، ما عنديش مشكلة. لكن زي ما أنا أعطيتك الفلوس ومادد إيدي تقوم حاططها لي في حتّة لأ يعني قِلّة ذوق أوي. أو أنا باحسّها قِلّة ذوق، ما أعرفش غيري هيحس بديّة والّا لأ، بس أنا باحسّها قِلّة ذوق أوي. ليه تعمل كده؟ وبرضه اللي ما باحبّوش بقى الشخص اللي بيبقى داخل يشتري بقى، العكس بقى، اللي يبقى داخل يشتري ويرمي الفلوس لشخص. ودي حصلت معايا في مرّة في الصيدلية، حد داخل بيشتري حاجة وراح رامي لي فلوس في حتّة عالية كده شوية وفي حتّة اللي أنا اللي يعتبر أنا باسند إيدي عليها يعني. فراح رامي لي الفلوس من فوق كده راحت نازلة نازلة بزحاليق كده من فوق لتحت كده. طب إيه لازمته يا عم الحركة دي؟ ما تدّيني فلوس في إيدي، عيب يعني والّا إيه؟ يعني متوضّي طيب أنا مثلًا هاخلّيك مش متوضّي هانقض لك وضوءك، يا عم في إيه يا عم؟ مش كده يعني. يعني نتعامل مع بعض بذوق شوية، باحس إن الموضوع الذوق ده خصوصًا حاجات بسيطة أوي لن تكلّفك أي شيء خالص، خالص، بالعكس يعني بتحسّسك إنّك دي حاجة تحسّسك إنّك مبسوط وأنت بتعملها وهتتبسط لو هي بتتعامل معاك، فليه لأ؟ يعني ليه ما نعملش ده؟ وبعدين باحب دايمًا أقول حُط نَفْسك مكان الشخص التاني، يعني لو أنت هتتعامل مع حد فأنت بترمي له فلوس، حُط نَفْسك مكانه يا عم، حد جه رمى لك الفلوس هتشوف أنت هتبقى من جواك عامل إزاي. و و ويعني وشوف بقى يعني شوف تصرُّفك هيبقى عامل إزاي وعلى أساسه اتصرّف بقى وعيش حياتك بقى في بقية دنيتك وحاجتك. فأتمنى بجد والله إن الناس يعني
تتعامل بحتّة اللي هو إن أنا باحترمك وبتحترمني، وإن إحنا إن الدنيا أبسط من كده. يعني بقيت أحس إن مؤخرًا الموضوع ده بقى قليل، وما حدّش يرجعه ل ل لأي حاجة يعني حوالينا. ما حدّش يقول لي مثلًا دي المسلسلات، ما حدّش يقول لي ده الفيديوهات، ما حدّش يقول لي ده مش عارف ده أصل مين اللي بيعمل كذا. الأهالي لها العامل الأكبر في تربية ولادها، وفي إن هم يحطّوا فيهم أو يزرعوا فيهم الحاجة الصح من الغلط. ما ينفعش تقول لي والله أصل المسلسل هو اللي علّمه الحاجة دي. ما ينفعش يبقى عيل صغير مثلًا 11 سنة والّا 12 سنة وتقول لي أصل المسلسل هو اللي علّمه حاجة زي دي. أنت الواصي عليه، أو أنت ال المفروض بتربيه، وأنت اللي عارف إيه اللي يتفرّج عليه وإيه اللي ما يتفرّجش عليه. فما ينفعش تقول لي حاجة زي كده. أنا ما جرّبتش وما أعرفش الوضع ماشي إزاي مع تربية الأطفال يعني. بس أنا واثق إن أنت اللي لك التحكُّم الأكبر في الحتّة دي. ما ينفعش تيجي تقول لي والله أصل هو بيشوف على النت كذا. لأ، ما أنت برضه اللي ليك التحكُّم ده. أُمّال الparenting control اللي هي محطوطة في الراوترات ومحطوطة في الموبايلات ومحطوطة في كل حاجة من الحاجات دي، معمولة ليه؟ معمولة عشان أنت تبقى عارف ابنك أو بنتك بيتفرّجوا على إيه. محطوطة عشان تبقى أنت متحكّم في الحاجات اللي هُم بيعملوها. وما تقوليش أصل أنا ما باحبش أحكّم عليهم حاجة. هو هيعرف منين الحاجة التانية لو أنت اللي متحكّم في البداية في الموضوع ده؟ وبعدين الصح هو اللي بيتعمل. للأسف وده باقوله يعني للأسف، العوامل الخارجية بتبقى مؤثّرة. بس برضه أنت اللي ليك التحكُّم الأكبر في التربية وفي زرع المعتقدات والصح والغلط في دماغ ولادك. ما ينفعش ترمي اللوم على حاجة تانية. ارمي اللوم على نَفْسك الأول قبل ما ترمي اللوم على حاجة تانية. ده اللي باحسّه. ما هو يعني باحس إن هو ده الصح، أو هو ده اللي الناس المفروض تعمله يعني. ما أعرفش. ما جرّبتش بس يعني من منظوري دلوقتي يعني هو ده اللي أنا شايفه الصح يعني. فأخيرًا يعني أتمنى إن الناس بجد تتعامل مع بعضها برفق كده وباحترام وبذوق، وما نكونش يعني بنزايد على بعض في حاجة، ونهدى كده على بعضينا شوية والدنيا تبقى لطيفة وحلوة وجميلة. ويعني اهدى على بعضينا شوية وخلّينا ناس ذوق وحلوين ومحترمين ولُذاذ وجُمال كده يعني. وأخيرًا كل سنة وأنتم طيبين. رمضان كريم. إن شاء الله يعني يكون آآ شهر كريم والناس كلّها تستفيد منّه، ويعني حاولوا تبعدوا عن المشتتات كتير قدر الإمكان يعني. مش عايزين ندخل في الحتّة ديّة أوي، بس حاولوا تبعدوا عن المشتتات كتير في رمضان في قدر الإمكان. و وباحس إن هو شهر يعني الناس بتقرّب من بعضها أكتر وكده، فاستغلّوا الفرصة ديّة يعني. ليه لأ برضه يعني. بس. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نُص الليل، وأشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير. سلام يا حبايب.